السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن أهم الاختلافات بين الرجل والمرأة، من ناحية تشريح المخ ومن ناحية سيكولوجية الرجل والمرأة في تفكيره. قلنا أن الرجل أحادي التفكير أو صندوق التفكير، والمرأة شبكية ومتعددة المهام ويتفكر في أكتر في حاجة في نفس الوقت. قلنا ان الرجل مطاطي واللي بيحبش الضغوط ويحب يبقى الست تديله المساحه انه يخرج ويروح وما تغيرش عليه وما تقولوش انت فين، وان احنا نرتب حياتنا واولوياتنا. كل ده انا قلته في الفيديوهات السابقه. النهارده هتكلم عن احنا ليه بنتطلق او ايه هي اسباب الطلاق. 5 اسباب للطلاق بتخلي الحياه تكون مستحيله بين الزوجين. مش شرط بين الست، يعني مش اللي بيقوم بيها مش الست ولا الراجل، ممكن طرف من الطرفين يقوم بيها. يعني انا مش عشان ما يقولوش ان انا جاي على الرجل واقول ان دايما الرجل هو اللي بيقوم بالسلوكيات اللي تخلي الست تطلب الطلاق، لا. وبعض الاحيان الست ممكن هي اللي تضايق جوزها وتوصله لمرحله ان هو اللي ياخد قرار الانفصال عنها. طب ايه هما ال5 حاجات دول؟ قال لي الانكار، الاحتقار بالكاف انه يحتكرها، الصمت، اخر حاجة الخيانة. همسك حاجة ونبدأ نتكلم عليها. طيب انا قلت برضو في اول فيديو ان قبل ما اتكلم عن ال5 حاجات دول، قلت في اول فيديو ان نسبة الطلاق عليت جدا خاصة بين الشباب، وخاصة في السنة الاولى 250 حالة طلاق كل يوم. عارفين بسبب ايه؟ عارفين بسبب ان احنا بنتسرع في اختيار شريك الحياة. البنت بتبقى عايزة تبقى عروسة وتلبس فستان الفرح وتتخطب زي اصحابها، والراجل او الشاب عايز يتجوز ويعف نفسه وهو مش قد المسؤولية، وهو مش عارف يعني ايه زوج ويعني ايه زواج ويعني ايه رجل يعتمد عليه ويكون قيم ومسؤول عن زوجة وعن أطفال هو نفسه يجيبهم في المستقبل. دي أول أسباب بتخلي إن الطلاق بيتم في السنة الأولى. طب إيه بقى بعد اتجوزنا خلاص والدنيا مشيت ومبقاش فيه مشاكل؟ طيب ليه بقى؟ إيه اللي بيحصل بعد الجواز بقى عشان يحصل طلاق غير إن إحنا اتسرعنا والكلام اللي أنا قلته ده؟ قال لي 5 حاجات. أول حاجة منهم الإنكار. يعني ايه الإنكار؟ إن كل واحد ينكر مجهود التاني. طب يعني إزاي؟ إن الراجل يجي من شغله يلاقي الست البيت نظيف والولاد نضاف والشقة نظيفة وكل حاجة معمولة، ومن أقل كلمة تقولها له يقول لها وانت بتعملي حاجة؟ ايه يعني ايه يعني تربية الولاد؟ ايه يعني بتنضف؟ ايه يعني ما انت بتشتغلي؟ الستات كلها بتشتغل. ويبدأ ينكر دورها او يحبطها، فده بيضايق الست وبتفضل تكتم زي ما قلت لما يتحول الضغوط لانفجار. طب ده الراجل بينكر دور زوجته برضه عشان ما تقولوش ان انا يعني ضد الرجال. ساعات الست برضه بتنكر دور زوجها، هي متجوزاه بظروف مادية معينة وبشغل معين، وممكن يكونوا داخلين عليهم التزامات، فهي عارفة كل ده قبل ما تتجوزيه. تيجي بقى بعد الجواز تبدأ تبص لأختها، تبص لجارتها، تبص لصاحبتها، وتبدأ تقول له وانت اشمعنى انت ما تشوف شغل تاني، تبدأ تحبطه وتنكر دوره ان هو بيشتغل وبيخرج، ممكن يكون شغال في مكان بعيد وبينزل من الفجر عشان يبدأ يروح الشغلانة ديت. لا، تبدأ تنكر دوره ومدى اهتمامه ومدى مسؤوليته بيها وبأولادها. فهو ده اسمه الإنكار. تبدأ تبقى تشيله فوق طاقته وتطلب منه حاجات فوق طاقته، وتبدأ تقول له هاتلي وهاتلي وهاتلي. انت كده بتنكري دوره وبتهمشيه وبتحسسيه انه مش راجل او ان هو مش قادر يصرف عليكي، رغم انك انت متجوزاه وعارفه ظروفه واصل كنت بحبه، وبعد كده ابدا اعيش معاه بقى كست، وابدا املي عليه شروطي ومتطلباتي لغايه ما يزهق ويقول هي ما كانتش كده قبل ما اتجوزها. يبقى اول نقطه الانكار
من الطرفين، سواء المرأة تنكر دور زوجها أو الزوج ينكر دور زوجته. تاني حاجة الاحتقار. يعني ايه الاحتقار؟ انه يحتقرها قدام الناس، ان يجي اهله عندهم ويكلمها باسلوب مش حلو، يقول دي ما بتعرفش تطبخ، ده شايفين مش عارفه ايه، ويبدا يكلمها باسلوب وحش قدام اهله، قدام اولادها. كل حاجه تعملها يعني معلش سوري، في بعض الناس يقول لجوزها انت بتفهميش قدام الناس، ما انت بتفهميش. ويعني في ناس بتقول لي الكلام ده وده بيضايقها وبيجرحها، حتى لو بيقولها لها بهزار. هو كده بيحتقرها وبيقلل من شأنها قدام نفسها وقدامه وقدام عيلته وقدام أولادها. فدي نقطة بتسبب ضغوط نفسية من الزوج للزوجة. كذلك برضو الست ممكن تحتقر زوجها، وتحتقر زي ما قلت المهام اللي بيقوم بيها، وتحتقر مرتبه، وتحتقره أو تكلمه بأسلوب مش مهذب قدام أهلها، قدام أخوها، قدام جيرانها، قدام أولاده. كل ده أسلوب ممكن برضو يحصل نفور من الطرفين بسبب إن كل طرف بيحتقر التاني أو بيعامله بأسلوب مش حلو، بيعامل التاني بأسلوب مش حلو. يبقى قلنا أول حاجة الإنكار، تاني حاجة الاحتقار بالقاف، يعني يحتقرها يعني يقلل من شأنها أو تقلل من شأنه. طيب تالت صفة ممكن تكون تسبب مشاكل وضغوط تؤدي إلى الطلاق، الاحتقار بالكاف. يعني الزوج يحتكر زوجته والزوجة تحتكر زوجها. طب يعني ايه تحتكره دي؟ يعني هي عايزاه ليها لوحدها، لا يعرف لا أم ولا أخت ولا عيلة ولا أي حاجة، هي عايزاه ليها لوحدها، رغم ان ده غلط. انت متجوزاه وعارفة ان ليه أم وليه أب وليه أسرة، لا هي عايزاه ليه لوحدها، ما يروحش عند حد، ما يصاحبش حد، ما يعملش حد. أنا بتكلم عن الستات اهو، هي اللي عايزة تحتكر جوزها لنفسها، غيورة زيادة عن اللزوم، عايزة لو هو مثلا دخله كويس كل حاجة ليه، ما يساعدش حد، ما يعملش حد، هي بتحتكره لنفسها. وممكن الزوج في الأول ياخدها ان هي بتحبه وغيرانة عليه، لكن زي ما قلت كل حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها، وتزيد الضغوط لغاية ما ينفجر، وفي لحظة يفكر ان هو ينفصل عنها. طب ده الزوجة. طب الزوج يحتكر بقى زوجته ازاي؟ غيرة، شك، مش عايزة تروح اي مكان الا لما تقوله. هو طبعا ده شرعا، انا مش بقول ان هو ما تقولوش، بس يعني ابسط الامور، ما تروحيش الا لما تقوليلي، ما تعمليش الا لما تقوليلي، لا ما تروحيش عند اصحابك، لا ما تخرجيش، لا ما تسافريش، كل حاجة لا لا لا، هيبقى خانقة. الخنقة دي الست بقى تبدأ تقارن نفسها بقى بأختها، وجوز أختها بيفسحها، وجوز أختها بيخرجها، وأختها تقول لها تعالي نروح مكان، تقول لها لا أصل جوزي قال لي ما تخرجيش. بتبدأ من هنا عملية التضييق. طب ليه نضيق على نفسنا؟ كل واحد فينا يحتكر التاني، هي تحتكره ماليا ليها ولولادها، وهو يحتكرها وقت، ويحتكرها عواطف، ويحتكرها كل حاجة. بعض الأحيان الاحتكار المادي، لما يكون متجوز ست مرتبها كويس يحتكرها برضه، ويبدأ يعتمد عليها ويرمي المسؤولية عليها، لدرجة ان يحصل تبادل أدوار، هي تبقى الرجل وهو ما بيعملش أي حاجة في البيت، يديها مرتبه القليل وهي مرتبها أعلى، فيحتكرها، يحتكر ان هي معاها مال، معاها أهلها مثلا عندهم أغنية، يحتكرها، ويبدأ بعد ما كانت زوجته أم أولادي يحتكرها ويستغلها. تبدأ الست تشعر بأن هو مش زوجها، إن هو مش بيعولها، هو مجرد زوج على الورق، وهي القيم على البيت، القيم على الأولاد، بسبب إن هو احتقرها. يبقى هو ده الاحتكار، يبقى الاحتكار بين الزوج والزوجة.
بعد ما اتكلمنا عن الإنكار والاحتقار إن كل واحد فيهم يحتكر التاني لنفسه، هنبدأ نتكلم عن رابع سبب من أسباب الانفصال، وهو الصمت اللي هم بيسموه الخرس الزوجي. طيب الخرس الزوجي ده جه من إيه؟ بسبب الضغوط اللي فاتت دي كلها، انه بيحتقرها، انه بيعاملها وحش، انه مش بيحترمها قدام ولادها، مش بيحترمها قدام ولاده، هي مش محسساه برجولته، هي بتحتكره، مش عايزاه يبقى كل حاجة ليه. بيبدأ كل واحد فيهم مش حاسس بطعم التاني في حياته، مش حاسس بأهمية التاني في حياته. يبدأ مرحلة البعد والصمت، ويبدأ عايشين عشان خاطر الولاد، عشان خاطر البنات لما تتجوز، ويبدأ كل واحد يبقوا قاعدين في نفس المكان وأكنهم مش موجودين. نبدأ نخش في مرحلة الصمت. طب الصمت ده بيرجع بسبب ايه؟ عدم التفاهم من الأول، عدم المشاركة في حل المشاكل، ان هي مش مخلية زوجها كصديق ليها وتسمعه وتفهمه، وهو كذلك مش بيحتويها، مش بيعطف عليها، مش بيقول لها كلمة حلوة، مش مهتم بيها ولا بأهلها ولا بولادها. حاجات كتيرة بتخليها تحس ان هو مش موجود، او هي تكون شديدة ومسيطرة وعنيدة، اسباب كتيرة قوي، او محتكرة زي ما قلت. كل ده بيخليه يبعد عنها لكنها مش موجودة. وممكن يفكر الرجل ان يتجوز واحدة تانية، او ما يتجوزش بس تبقى موجودة ام لاولاده، وهو عايش حياته، يخرج يتفسح يشوف حياته، لكن هي بالنسبة له مش زوجة، وهو بالنسبة لها مش زوجة. دي مرحلة الصمت. لما بتزيد مرحلة الصمت دي مع العوامل اللي قبل كده اللي انا قلت عليها، الاحتقار والانكار والكلام ده كله، بتبدأ مرحلة ان احنا لا، حياتنا كده ملهاش طعم، ولادنا كبروا ويلا ننفصل. يعني انا اعرف نساء يعني اتطلقوا من ازواجهم بعد سن 60، كانوا هم قاعدين ومستحملين بعض لغاية ما نجوز البنات ونجوز الولاد عشان ما يقولوش علينا احنا ايه متطلقين، وبعد كده خدوا قرار الطلاق. ليه؟ لان حياتهم اصبحت يعني غير موجودة، اتنين عايشين تحت سقف واحد في وجود اولاد، هو بيجيب فلوس وهي بتأكل وتشرب، لكن مفيش علاقة حميمية، مفيش تفاهم، مفيش كلام، مفيش خروج مع بعض، مفيش رحلات مع بعض، كل واحد عايش لوحده حياته مع نفسه. ومن هنا بيجي ان احنا نقرر ان احنا ننفصل او نطلق. خامس سبب من اسباب الطلاق وهو الخيانة، ان لا قدر الله الزوج يخون زوجته او الست تخون زوجها. والخيانة على فكرة مش خيانة زوجية بمعنى اللي انتوا فاهمينه، لا، ممكن الخيانة خيانة امانة. يعني في ناس ممكن الزوج يأمن لزوجته تخونه في فلوس، تخون ثقته، يعني يكون بيحكي لها على مشاكل معينة او اسراره، دي خيانة ان هي تطلع اسراره، دي نوع من انواع الخيانة. وهو كذلك انه يطلع اسرارها لحد او يوصفها لحد، في كل دي خيانة. الخيانة مش خيانة علاقة زوجية بس، او ان هو يفكر يخونها مع زوجة اخرى، يعني سوري ست اخرى يعني، لكن في معاني كتير للخيانة، مش خيانة زوجية وبس. حتى الكذب ممكن يكون نوع من انواع الخيانة، لكن هو الناس تقول لك ده كذب ابيض ومش عارفه، لا، ما فيش كذب ابيض وكذب اسود. لازم يبقى في ثقة، في احترام، في صراحة، في اللي يعمل حاجة يقولها حتى لو كانت هتبقى شديدة على الطرف التاني، لما الست تعرفها من جوزها بدل ما تعرفها من حد تاني. وكذلك الست لما كل حاجة تقولها لجوزها بدل حد يقول له معلومة هي ما قالتهاش، يبدأ ثقته فيها تقل. ولما ثقته تقل وتتزعزع الثقة دي، خلاص الاحترام راح والثقة راحت وكل حاجة راحت، خلاص نتطلق. يبقى الخيانة
طيب في سؤال حد يمكن يسأل، هل ممكن الست لو جوزها بيحبها ومش بيحتقرها ومش بيحتكرها وبيعملها كويس قدام الناس كل حاجة، وجي حصل له نزوة كده، ممكن تسامحه؟ ساعات بتسامحه طالما هو بيعملها كويس وغلط مثلا، حب حد، اتكلم مع حد، ممكن تسامحه. لكن لو كل العوامل دي بقى مجتمعة وجات عليها كمان خيانة، لا ساعتها خلاص هي بتسيبه، كذلك هو يسيبها، هو مش مرتاح معاها، وفي الاخر خانته ماديا، خانته عاطفيا، خانته اي نوع من الخيانة زي ما قلت، ساعتها بيقرروا الانفصال. دول ال5 حاجات اللي بيهد البيوت في مجتمعنا. ال5 دول هم اللي بيهدوا البيوت: الاحتقار والإنكار والاحتقار والصمت والخيانة. أتمنى أن يكون الفيديو ده عجبكم، ولو عجبكم زي ما بقول لكم كل مرة اشترك في القناة واعمل لايك واعمل مشاركة وفعل الجرس، وإن شاء الله ألقاكم على خير في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.